بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. صدق الله العظيم. يا شعبنا العظيم، بادئ ذي بدء يطيب لي أن أهنئ الشعب السوري العظيم بهذه اللحظة التاريخية التي ستظل شاهدة على صموده وتضحياته. وليس من المبالغة بالقول أن لحظة سقوط الدكتاتور بشار الأسد ليس فقط صفحة فارقة في تاريخ سوريا، بل هي درس بليغ لكل ضال ولكل مستبد، لكل من ينتهك الحريات وحقوق الإنسان، ولكل من يلقي الأبرياء في السجون، بأن إرادة الشعوب لا تقهر، وإن عجلة التاريخ لا ترحم الطغاة مهما طال الزمن. إنها لحظة يستعيد فيها الشعب كرامته وتفتح أمامه أبواب الأمل لبناء وطن حر ينبض بالعدالة والإنسانية. لقد واجه السوريون خلال السنوات 50 الماضية آلة قمعية وحشية خلفت آلاف الشهداء وملايين المشردين، لكنها لم تستطع كسر إرادتهم. وإنما نراه اليوم هو انتصار للعدالة على الظلم، وللحق على الاستبداد، وللحرية على القهر. شعب سوريا العظيم الذي لم ينتظر من يسقط عنه الطاغية أثبت للعالم أن الكرامة تنتزع ولا تمنح. أخوتي وأخواتي الأفاضل، إن ما حدث في سوريا يعد درسا بليغا لكل نظام سياسي بأن الدول لا تبنى بالقهر ومصادرة الحريات والانتقام، ولا بالاعتماد على زبائن السياسة وأعلام التطبيل، بل الدولة الحقيقية تقوم على العدالة والمواطنة والمساواة، وعلى شراكة حقيقية لا صورية في القرار الأمني والسياسي والاقتصادي، حيث يتساوى الناس فيها بالحقوق والواجبات بعيداً عن التمييز الطائفي أو العرقي. السيدات والسادة الأفاضل، في الوقت الذي نبارك فيه للشعب السوري هذا الإنجاز العظيم، ندعو الأخوة السوريين إلى الاستفادة من دروس الماضي ومن تجربة العراق بعد سقوط النظام، بتجنب أخطاء التأسيس الأولى التي قد تعرقل بناء الدولة. فالدول لا تنهض بالانتقام أو الإقصاء، بل بالتسامح والعض على الجراح والالتفات إلى المستقبل بأمل وإصرار. لا يمكن المقارنة بين الحالة العراقية والسورية في مسألة التعامل مع التغيير وسقوط الأنظمة. ففي العراق دخل المحتل عام 2003 وأسقط النظام وحل مؤسسات الدولة، بينما اليوم في سوريا فقد أخرجت المعارضة البطلة المحتل ورفعت غطاءه عن النظام الطائفي حتى سقط سريعا. وبذلك فقد حرر سوريا أهلها وحافظت المعارضة الوطنية الباسلة ورجالها الأبطال عن مؤسسات الدولة وهياكلها كافة، إيمانا منهم بأن إنشاء الدولة ونهضتها هو هدفهم الرئيسي. إن مصير نظام بشار الأسد هو إنذار لكل نظام يتجاهل أصوات شعبه، ولكل من يعتمد على القمع والمخبر السري والسجون لكتم أنفاس الحرية، وأن الشعوب لا تقبل الظلم وستظل تصرخ من أجل الكرامة، وستنهض عاجلا أو آجلا لبناء دولة المواطنة التي تحترم فيها الحقوق وتحقق العدالة. ولا شك ولا ريب أن دولا مثل العراق وسوريا بتاريخهما الحضاري المشترك ودورهما المحوري لا يمكن أن تدار بمنطق الإقصاء أو الهيمنة الطائفية. هذه التجربة أثبتت أن الشراكة الحقيقية هي أساس بناء الدولة، وأن العدالة والمساواة هما الطريق الوحيد لضمان استقرار المجتمعات المتعددة. وفي الختام، من بغداد الحبيبة
نبارك للشعب السوري الشقيق حريته واستقلاله من الاستبداد، الرحمة والرضوان لشهدائه والشفاء لجرحاه والعودة الكريمة لمهجريه. وإن هذه الأيام أيام تاريخية لسوريا وللمنطقة والعالم أجمع، إذ تثبت مرة أخرى أن إرادة الشعوب أقوى من كل طغيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.